فمن ضمن أساسيات أخلاق ومبادئ التعامل مع الشوارع موضوع علامات المشاة، وأنك تقطع الشارع، وأنه لما الواحد الماشي يكون واقف هنا هو اللي عنده حق السير على حساب السيارات طالما ما في إشارات. ما دام في واقف هنا وفي المشاة السيارات لازم توقف. فحنسوي تجربة، حعدي من الشارع ده 10 مرات، كل مرة أشوف سيارات حتوقف ولا ما حتوقف. أوكي؟ تجربة رقم 1. عدت بنجاح الأولاد. أربعة. عجيبة دي، شفتوا كيف وقف؟ كان ماشي بسرعة. 7 مع الأولاد. إذا بدأوا بالتعليم من المدارس وكان في أنظمة صارمة للموضوع ده، ممكن تلاقي اللي احنا شفناه الآن بدون رقابة. ما في بوليس، ما في أحد جالس فوقهم. سويسرا مو معروفة بوجود مثلا كاميرات زي لندن، حتى لندن ما هم زي كده بالمناسبة. يعني للعلم، يعني بس نكون منصفين، سويسرا بالذات في الموضوع ده اللي شفناه ده ما حتشوفه في لندن، في بريطانيا ما حتشوفه، يمكن في أمريكا. فإحنا قاعدين نضرب أفضل الأمثلة في أوروبا بس علشان نبين. ليه دائما نبرز الأحسن؟ علشان نبين أنه البشر قادرين، إذا أرادوا أن يصلوا لهذا قادرين، ليس مستحيل. ما نقعد نقول مستحيل وصعب. فتجربة جيدة ومفيدة.